البامية بالسودان طريقتها غريبة ومختلفة عن كثير من البلدان العربية. كلنا نحب البامية. نعم. في السعودية، في الخليج، في مصر، وموجود كذلك في الشام. كلهم طريقتهم مختلفة. السودان وش يسوون؟ يطحنونه، صح؟ نعم. وهي شيء ويكة وهي ناشفة، ولا حتى وهي رطبة؟ وهي رطبة. هي سمير سمكرة سمير يبي يصلح لنا اليوم البامية مش الويكة. أيوة. هذه ما تسمى ويكة، البامية الخضراء. البامية الخضراء. حلو. اللي هي بتتاكل بالقراصة والكسرة والعصيدة. هو ليش؟ طيب بما أن في السعودية نبي نصلح البامية بلحم الحاشي البلدي. نعم. انتم عندكم حاشي صح؟ نعم. عندنا حاشي. تصلحون فيه البامية؟ ايوه. طيب خلينا نشوف مكوناته. خربت فكرتي. أيوة. تعال ابو وائل معاه لاني انا ما اقدر اتحمل. ايوه خليك مكانك. طيب. سمير اشرح لائحة الزول. ايوه. لائحة الزول يعني كلكم زول. أيوة. لائحة ابو وائل. ايوه نعم. تفضل اشرح. عندنا البامية طبعا المكونات البامية، وعندنا اللحمة، وعندنا البصل والطماطم. بعد ذاك بالاضافه للبهارات عشان المذاق والطعم الجميل ان شاء الله. هتبدا كيف؟ حنبدا اول شيء بالبصل والزيت. حيتخضع البصل مع الزيت، بعد ذاك يضاف اليها اللحمه. ايوه. عشان ريحه اللحمه تكون طيبه مع البهارات. تطبخ لما تستوي. بعد ذاك بنضيف مويتها واشوف الشوربه حقت اللحمه. ايوه. ونضيف لها الباميه. بعد ذاك بننشل اللحمه نطلعها برا ونخلط الباميه وتطلع باميه مفروكه وتتاكل عندنا في السودان دائما في فواصل الصيف. ليه؟ لانها بارده على المعده، بارده خالص وشهيه يعني. تتاكل معظم اهل السودان يحبون حب شديد. بياكلوها بايش؟ وياكلوها على حسب الشيء الموجود. عندك القراصة، ايوه، ده عندنا في الشمال، وعندك العصيدة دي عندنا في غرب السودان ووسط السودان، وعندك الكسرة والرهيفة دي وسط السودان. حتى الحدود الحبشة عبارة عن سيلكشن من القبائل، من التخالط بتاع الناس وكده. فدي ثقافات. في طبخات اسمها كول. ايوه. عندنا الكوال وعندنا المريز وعندنا يا حبيبي نخلص. ايوه نعم. ابغى العب عليكم كل ده عشان تشرح المكونات. ان شاء الله. ارتحت نفسيا انه اذكر حاجه بلدي. الله ينصر بلدي وينصر السعوديه معاه. وجه والقهم يتحاتون. يلا تعال ان شاء الله. ايوه نعم. يلا ابو وائل حيخلط ده. اصبر ما تطحن لين نجيك. خذ يا اخي. طبعا نحوسه. يلا بسم الله. حنبتدي يعني نخلط البصل مع اللحمه المفرومه النعيميه عشان تطلع ناعمه. الحين اللحم المفروم تبي ترجع تضربه من جديد بالخلاط؟ ايوه، هذا نجض واستوى معايا وكل شيء جاهز، بس عشان اطلع معايا النعيميه حلوه وجميله وناعمه. بتصير دي زي الحمص ابو وائل. ايوه تكون ناعمه. حمص بس زي كده. بتكون ناعمه حبه عشان تطلع معايا ناعمه، عشان ما تطلع مخشنه مع اللحمه. بتيجي فيها اللبن وبيجي فيها الزبده الفول السوداني. خلاص هو اللي يطبخ يا ابن حلال مو بنت. وهسه كده خلاص هذه لحمتنا والبصل خلطناهم بالخلاط، والحين شنو نكبهم نحطهم على النار ثاني من جديد، نولع عليهم النار، نخليهم حبه كده يتسبكوا، ونديهم الزبده الفول السوداني، ونديهم اللبن ونديهم الويكه الناشفه السودانيه. كده ان شاء الله نعميتنا تكون طلعت 100%. هذا اللبن احنا بنشتغل اصلا بالزبادي، لكن الحين موجود عندنا اللبن وبنشتغل به اللبن النعيميه. بنكب عندنا اللبن، هذا اللبن، وتاني عندنا ما شاء الله زبدة الفول السوداني الجميلة، هذه نخدها على الخلاط. نضربها بالخلاطة يعني. ايوه بنضربها بالخلاطة وتطلع ما شاء الله ان شاء الله جميلة وناعمة وكل شيء. كده على كده خلاص نعميتنا. ايوه نخلطه بالخلاط وبنكبه مع البصل بتاعنا واللحمة المفرومة وكل شيء. بعد ذاك شنو، بعد ما تقوم تفور بنديها الويكة، وإن شاء الله نعميتنا تطلع 100%. وأكلة سودانية جميلة بالعصيدة بالكسرة.
الكسرة المفروضة تتاكل بالكسرة والعصيد، أكتر حاجة عندنا في السودان بناكلها بالحاجات دي. الحين زبدة الفول السوداني مع اللبن. اللبن وكابينها على شنو؟ على حلتنا كده ما شاء الله. الخلطة ماشية حلوة 100%. وبنقوم شنو نحركها حبة عشان تاخد معانا شنو تسبيكة. وبعد ذاك بنقوم شنو نكب عليها الويكة الناشفة. الحين بنديها كم 3 دقايق كده وبنقوم شنو نديها الويكة الناشفة عشان يطلع شغل جميل 100%. بدينا بعد خلاص النعمية جاهزة. نديها الويكة السودانية وبنقوم نحركها خلاص دقايق تاني. بعد خلاص نعميتنا جاهزة 100% ما شاء الله. وكلامها 100 ما فيها كلام تب من النعمية السودانية. عندنا إضافة بسيطة لها، هذا الثوم مهروس عشان يدي الطعم. الثوم بدي النكهة لأي حاجة، الثوم حلو. طيب بنحط زيت الزيتون بالإضافة إلى البصل. هذا شو اسم الاكله الحين؟ هذه بامية مفروكة، وبامية يعني طيبة شديد وباردة على المعدة وجميلة في المذاق، وبنستخدمها في السودان كثير يعني. والمرحلة الثانية بنضيف اللحمة على البصلة وبتاخد تخديعة مع البصل عشان النكهة والطعم يكون أجمل. وترى البصل مع اللحمة يعطي اللحم مذاق جميل ويشيل ريحة الزفارة اللي في اللحم. إن شاء الله الليلة موعدين مع طعم جميل بجد يعني. بنضيف المويه كميه معقوله صدمه على النار زين. طلع الزفر اللي فيه، طلع كل شيء فيه. بعدين بس شوي كذا الصدمه، بعدها كذا ها تشويح لين تغير بس لونها شوي، مفتته سريع. شوف شلون قلب اللون بسرعة. بعد ما اعطيناه صدمة الحين بعطيه بصل. هلا بصل ورا بصل قبل؟ لا، اعطيته صدمة للحم المفروم عشان تصير حبات. ايوه. بعدين اعطيه بصل، خليه شوي يتشوح يطلع مويه البصل، وبعدها عاد الثوم. اديله ترى الحشوه هذه ما فيها شيء زياده. ثوم، فلفل اسود مطحون، ملح، قلتها لهم اصرار. قول لي انا اصرار حايل. لا ما قلتها لهم، تصدق للحين. بس الحين مرحله الثوم. ثوم عندنا شبه مهروس، فلفل اسود مطحون، ملح كذا الظاهر انه خالصين. ننتظرها بس شوي وبعدها نحشي فيها. الله اكبر، صرت تهتم بالقرفزات الحين. ها يوم جوعي لعمك الزول عنصرية. الزول يبي يصلح عصيده مكوناتها دقيق ابيض ومويه بس وملح بس. يعني ما في حاجه ان نصور الكلام والله هذا كله. الشيف امجد لو عنده شيء يضيفه وانا ما عندي مانع. طبعا وصل امجد اخيرا الحمد لله. امجد دائما يتاخر. صاحب الاسم هذا مقترن معاه التاخير ولا؟ لا على خير. ولا الامور طيبه؟ على امور طيبه. طيب امجد، انا يعني فرصه انك جيت لاني انا ما اقدر اتحمل اصير مع الرجال هذا، خاصه اذا كان مسفهل، فودي تكفى انت تكمل معاه وتسوي اي شيء معاه. روح شفتها؟ ده حركات لحالنا.
معانا انا اتشرف بوجود الاخ